السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة وصفات براء. اليوم جيت نشارك معكم صابلي أو حلوى دوز أتاي على شكل هلال، كتجي بنينة ولذيذة جدا ومذاقها هائل وبخطوات سهلة وسريعة ومقادير موجودة كل البيت واقتصادية، وكتعطي كمية كبيرة جدا، وكيف ما قلت المذاق ديالها هائل ما تقنعيش منها. كتجي مقرمشة وهشة وكتذوب في الفم كيف ما كتلاحظوا، كيجي شكلها رائع وراقي ومذاقها هائل جدا جدا. دابا ننتقلوا باش نتعرفوا على المقادير مع طريقة التحضير ديالها. كنحتاجوا في المقادير ربعة ديال السكر الخشن، ربع لتر من الزيت النباتية، ربع ديال الكوك، ربعة الزبدة، نكهة البرتقال، 4 بيضات، كيلو ديال الدقيق الابيض، جوج خمارات من فئة 7 غرام. في اناء او قصرية كنوضعوا الزبدة، كنضيفوا ليها السكر الخشن، وكنبداو نخدموا الزبدة والسكر بهذه الطريقة حتى كيوليو لينا على شكل كريمة، وكيكونوا لانت وذابت لينا الزبدة. للتذكير فقط، الزبدة خاص بحرارة المطبخ تكون لينة باش كتساعد وتسهل علينا الخدمة ديالها. من بعد ما كنبقاو نخدموا بهذه الطريقة، كنضيفوا الزيت شويه بشويه تدريجيا، وكنبقاو حنا كنخدموا فيها حتى كتولي لنا كيف ما قلت على شكل كريمه ولينه. بالنسبه لنكهه البرتقال فبامكانكم عوضها تستعملوا ساشي فاني وتخلطوها في الاول مع الزبده والسكر الخشن باش كتذوب لينا وكيتجانسوا. من بعد كنزيدوا عليهم البقيه ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا، وكنبقاو نخدموا الزبده والزيت مزيان ومع السكر الخشن اللي كنداب ودخل لينا مع الزبده كيف ما كتلاحظوا. كنبقاو نخدموا حتى كيولي لينا على شكل كريمي بهذه الطريقه. من بعد نضيفوا البيض دفعة واحدة كيف ما كتلاحظوا، وكنبداو نخلطوه ونجمعوا العناصر مزيان حتى كيتجانسوا لينا ويندمج لينا البيض مع خليط ديال الزبده والزيت. كنضيفوا ربع ولا راس المعلقه من نكهه البرتقال. يمكن لكم تستعملوا اي نكهه كتفضلوا، تستعملوا حتى الفاني او لا الحامض، او لا يمكن لكم تستعملوا غير القشور. الا ما توفرش عندكم هاد النكهات تستعملوا غير قشور ديال البرتقال او لا الحامض، فهم بالكفايه. من بعد كنضيفوا ليهم ربعه ديال الكوك، يكون الممتاز ديال كيكون مزيت شويه ديال الحلوى، وكنخلطوه مع الخليط ديالنا. كنخلطوه مزيان حتى كيندمجوا لينا العناصر. من بعد كنضيفوا تدريجيا شويه بشويه الدقيق. بالنسبه للدقيق ما نضيفوش دفعه واحده، دقه واحده، نضيفوه شويه بشويه على حسب الدقيق. تقدر تهز لينا اكثر، تقدر تهز لينا اقل من داك الكميه على حسب الدقه. كاين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش، ويكون منخول من قبل.
من بعد كنضيفو 2 خمارات وكنبداو نخلطو العناصر ديالنا والعجين حتى كتجمع لينا. بالنسبة للقوام ديال العجين راه خاصها تكون رخوة شوية ولينة وما تكونش قاصحة باش ما تفرتش. كيف ما كتلاحظوا كتجي لينة رطبة، وملي كنكوروها في الايد ديالنا كتكور وما كتلصقش لينا. انا راه ما هزتش ليا الكميه ديال الدقيق كامله، هزت ليا 940 غرام ديال الدقيق. من بعد كناخذوا العجين وكنوضعوها بين ورقتين بلاستيكيتين وكنسرحوها وكنطلقوها بالمدلك. من بعد كناخذوا الفرشات وكنبداو نشكلوها بهذه الطريقه. كيف ما كتلاحظوا كنديروا خطوط بالفرشات على الوجه ديالها فقط. بالنسبه للسمك ديال العجين يكون نصف سنتيم. من بعد كنبداو نشكلوا العجين على شكل هلالات. كيف ما كتلاحظوا استعملت انا الكأس فقط، يكون الوجه ديالو شويه صغير ما يكونش كبير، وكنشكل منها هلالات بهذه الطريقه. كيف ما كتلاحظوا تكون متوسطه القد. كيف ما كتلاحظوا السمك ديالها ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق. كيف ما كتلاحظوا يمكن لكم تستعملوا اي قطعه عندكم، تقدروا تستعملوا قطعه كانت دائريه وتشكلوا بها الهلال، او لا عندكم شي قطعه على شكل هلال ايضا استعملوها. كنبقى في تشكيل العجين والحلوى ديالي بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه. من بعد ما كنسالي الحلوى ديالي في التشكيل كنوضعها في صفيحه مدهونه بالزيت او زبده ومرشوشه بالدقيق. يمكن لكم تستعملوا ورق المطبخ او ورق زبده، وكندخلوها على الفرن طيب على حراره مهيله. طيب مده ديال 20 دقيقه كيولي اللون ديالها ذهبي، ما تحمروهاش بزاف. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا اولا الحلوى ديال على شكل هلال. كيف ما كتلاحظوا كتجي مذاقها لذيذ بزاف وبنينه بزاف، وكتجي مقرمشه وهشه ورائعه مذاقها متميز. وكيف ما شاهدتوا معنا في دقائق معدوده مكونات موجودة في كل بيت حضرناها، وكيف ما قلت كتعطي كمية وفيرة وكبيرة بزاف، وخا تحتفظي بها مدة طويلة كتبقى قرمشة، والكوك كيعطيها نكهة ومذاق متميز جدا. نتمنى ان وصفة اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم فما تنساوش لايك وابوني وشير وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.